تستعد جماهير نادي ريال مدريد لإطلاق صافرات الاستهجان على لاعب الفريق خلال المواجهة المقبلة يوم الأحد على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك على خلفية الخسارة الأخيرة أمام نادي بنفيكا، وهي الهزيمة التي خلفت موجة غضب عارمة في صفوف المدريدستا. وجاءت الخسارة أمام بنفيكا بنتيجة مخيبة للآمال، حيث ظهر ريال مدريد بأداء باهت بعيد عن مستواه المعهود، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، الأمر الذي فتح باب الانتقادات على مصراعيه من قبل الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية، التي حملت بعض اللاعبين مسؤولية التراجع الواضح في الأداء. ووفق تقارير صحفية إسبانية، فإن جماهير ريال مدريد ترى أن الفريق افتقد للشخصية والروح القتالية التي طالما ميزته في المباريات الكبرى، خاصة في الشوط الثاني من اللقاء، حيث سمح لبنفيكا بفرض سيطرته واستغلال الأخطاء الفردية التي كلفت النادي خسارة قاسية. كما لم تخف الجماهير استياءها من بعض الخيارات التكتيكية للجهاز الفني، معتبرة أن التغييرات لم تحدث الفارق المطلوب في وقت كان فيه الفريق في أمس الحاجة إلى رد فعل قوي بعد تلقي الأهداف. هذا الوضع زاد من حدة الغضب، وجعل الأجواء داخل محيط النادي مشحونة قبل اللقاء القادم.